السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي السوبر تايم أهلاوي في كل مكان، مساء الفل. كل ما هو أهلاوي فهو جميل. كل من ينتمي للنادي الأهلي جماهيريا أو إداريا أو أي شيء إعلاميا فهو جميل. والأروع من ذلك هذا الشعار، شعار النادي الأهلي. شعار النادي الأهلي ليه معاني كتيرة جدا، مش في قوة النسر أو الصقر أو لا. الشعار ده لما تشوفه بعينيك بتحس بحاجة غريبة جدا، تحس بعظمة وتحس بفخر. النادي الأهلي مش مجرد زي ما قلنا قبل كده، مش مجرد إنه نادي بتلعب فيه أو نادي اجتماعي أو ثقافي أو لا. النادي الأهلي نادي شعب. النادي الأهلي نادي شعب. على مر التاريخ أكتر من 116 سنة أثر النادي الأهلي في المصريين بشكل كبير جدا جدا جدا، على المستوى أو على مستوى الأعمار المختلفة بين المصريين والعرب، الصغيرين، الشباب، الرجال، الشيوخ، المرأة والبنت. أثر بشكل اجتماعي عظيم جدا، وأصبح الحاجة الوحيدة أو المصدر أو مصدر الترفيه والسعادة الوحيد أو من المصادر القليلة جدا اللي بتفرح المصريين، وهو النادي الأهلي. النادي الأهلي على مر التاريخ امتلك نجوم عظيمة جدا منذ نشأته حتى الآن. فنقدر نقول في الآخر إن كل من هو أهلاوي وكل من هو ينتمي للنادي الأهلي فهو جميل. قدر النادي الأهلي بأقل مجهود أمس في الفوز على نادي الزمالك الغريم التقليدي برباعية مع الرأفة. ولو كان كولر حاطط في دماغه ان هو يوسع النتيجة اكتر من كده كانت زمانها بقت ليلة ولا ألف ليلة وليلة لجماهير النادي الأهلي. دايما النادي الأهلي بيخلي جمهوره يقدر يبات ويحفل على جمهور نادي الزمالك. بقت ماركة مسجلة وصناعة مصرية تحفيل جمهور الأهلي على الزمالك. حاجة يا جماعة كده عاملة زي الكابوس. جمهور الأهلي بالنسبة لجمهور الزمالك زي الكابوس الوحش، كل ما ينام الزملكاوي يشوفه فيصحى مفزوع. النادي الأهلي امبارح بالرغم عن أو بعيد عن التحكيم ومخرج المباراة اللي كان بيعيد اللي عايز يعيده وما يعيدش اللي مش عايز يعيده، زي كورة حسين الشحات ضربة الجزاء الواضحة. واحنا كلنا عارفين اللي كان قاعد على الفار احمد الغندور، وكل من هو غندور فهو بلاش بقى. الف مبروك لمجلس ادارة النادي الاهلي، الف مبروك للعيبة وللجماهير والجهاز الفني وكل منظومة الجهاز الفني. مارسيل كولر اصبح ثعلب كبير جدا، واصبح له ضروب وفهم عالي في الكرة المصرية والافريقية عن طريق طبعا تدريبه للنادي الاهلي. كولر امبارح يعني مش هنقول فرط في ليلة كبيرة زي ما قلنا ونتيجة، ولكن هو اضرب لاعيبته، هو اضرب امكانياتهم، هو اضرب في الغيابات اللي كانت موجودة متمثلة في نجم النادي الاهلي في المباراة الاخيرة مروان عطية، طبعا لوفاة والده، وبنعزيه وبنقول له البقاء والدوام لله، وربنا يعني يجعله في جناته باذن الله. كولر الشوط الثاني زي ما احنا شفنا قدر ان هو بدا او لعب بخطه التحفز شويه، يعني كان متحفز شويه للطريقه الدفاعيه، قفل نص الملعب تماما ستاره اسمنتيه امام لاعبي الزمالك، وقدر ان هو يطلع ويحرز. يعني في وسط التحفز ده لعب على الهجمه المرتده في اكتر من كوره، وقدر محمد شريف اللي يعني احنا يعني لو مش هنجدد لمحمد شريف لا احنا هنجدد له ونخليه يلعب ماتشات الزمالك بس، يعني ما بيهيكش اللي على الزمالك. حاجه غريبه يعني. يعني محمد شريف لعيب تقيل والله يا جماعه، بس
النقد الجماهيري اثر في لعبه بطريقه كبيره جدا. زي ما قلنا احنا لسه في 4 مباريات في الدوري. اذا فاز النادي الاهلي يصبح النادي الاهلي فاز بالدوري لا هزيمه رقم 8 في تاريخه، يعني حاجه كبيره جدا. الاهلي يلعب سنه كامله او 9 شهور من غير ما يتهزم في بطوله الدوري. الاهلي عملها قبل كده 7 مرات، وان شاء الله الدوري ده هيكون 8 مره النادي الاهلي اللي هو الدوري بلا هزيمه. بنشكر لاعيبه النادي الاهلي وبنقول لهم مبروك، خلتونا نواصل التحفيل زي ما بنواصل كل يوم وفي كل بطوله وفي كل ماتش. زي ما قلنا برضو شكرا للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وان شاء الله سيكون مفاجاه او في مفاجاه لجمهور النادي الاهلي، ممكن النهارده اخر النهار او بكره بالكتير، لان تم تاجيل هذه المفاجاه طبعا نظرا لحاله الوفاه اللي موجوده في النادي الاهلي، وهي وفاه والد مروان عطيه. بشكر كل الاهلاويه اللي بيساندونا على القناه، وبطلب منهم المتابعه دايما والاشتراك في القناه وتعمل لايك وتعمل شير للفيديو، وتتابعنا على صفحتنا على الفيسبوك صفحه محمد الكابيتانو، وطبعا تتابعنا على قناتنا على اليوتيوب في قناه سوبر تايم اهلاوي تي في. مبروك للنادي الاهلي ومبروك لكل الاهلاويه في كل مكان في مصر وبره مصر، ودايما مفرحنا يا اهلي ودايما وراك نمبر 1.